ماشي يا اجرس، انا استناك في العربيه. بقى عندي خوف ان الفيديو ما ينجحش. يا صباح الخير على الناس العظيمه اللي بتتفرج على الفلوجز. عايز اوريكم حاجه. شايفين المشجع اللي على الجنب ده؟ واهلا بالناس اللي اول مره ليها هنا في الشانل. ان شاء الله مرتبين سفريه يوم 10 هنلف فيها مصر. عايزكم تكتبوا تحت في الكومنتس الاماكن اللي في مصر اللي مش واخده حقها، والاماكن اللي ممكن ناكل فيها هناك ونقعد فيها في المحافظات. نروح بقى لعمرو علشان ما نتاخرش عليه زي كل مره. هروح اغير واقابلكم هناك. خلاص وصلنا عند عمرو، وفي حاجتين جداد اول مره يحصلوا النهارده. ان انا اول مره اشوفك من بعد ما رجعت من الجيش، واول مره اجي في ميعادي. مش معدك قوي. هو اتاخرت ساعه، بس انا جاي لك وانا عيان، فكنت بكح في الطريق فتاخرت. هترجع لورا ولا ايه؟ احنا اسفين. بس عندي مفاجاه لعمرو. اخر مره صورنا بكاميرا واحده صح؟ المره دي في كاميرتين. اوه ماي جاد. يبقى كده معانا 3 كاميرات. كاميرتك 2. هاي فايف. كبرنا الكروب. هسيب نمرتي في اخر الفيديو ده اللي عايزنا اصور له حاجات. باخد 30% من الاكل بس. 5 جنيه. 30% من الاكل اللي هيتصور. ثانك يو مازن. وحاجه حلوه ان شاء الله. تمام، فيديو جامد ده. يا رب. السلام عليكم، معاكم عمرو شريف، والنهارده معانا فيديو جديد. احسن شاورما في مصر ان شاء الله. ماشي، اكلمكم بسرعه كده عن العده اللي بنصور بيها. معانا هنا مجلات عمرو شريف والاباجوره بتاعته. ندخل كده على ال ATD الكاميرا اللي بيفلوج بيها، والانوار بتاعه الكريسماس او زي ما انتوا بتقولوا عليها بتاعه الاكل اللي بتنور الاكل، والاباجوره اللي عمرو قعد يدرس تحتيها 5 سنين في الجامعه، والكاميرا الثالثه اللي عرفنا نجيبها. دي فرحة اللي بيعمل فيديوهات أكل يا جماعة. أنا خايف أنس في مشكلة معاه ليه بقى؟ إن هو عامل أوردر كبير. هوبا فيجي في بعد الفيديو. احنا كده قدامنا كام؟ باقي 2. باقي مطعمين. وما شاء الله أبو مازن جه أول واحد، بس خدمة العملاء ما كانتش تعبان. مش قوي. شاورما كان إيه؟ هو ليه أبو مازن كان أسوأ واحد فيهم؟ علشان على اسمي. عشان إيه؟ على اسمي. ايه رأيك؟ انا تعبت جدا. بص متعب جدا. يعني انا جعان جدا وعايز اكل جدا وعايز. ده ورا الكواليس. هنا وهنا في هناك كمان. وفي هناك. الوجبه اتاكلت اتشفطت. نوصل بقى لأهم حتة في كل الموضوع ده، هو ان احنا فعلا ناكل مش ندوق. Yes! We will eat and be happy. هلا والله. اوبس لا اسمها ايه؟ ايه؟ عاملين ايه؟ عمرو عمل فيديو بيتذوق فيه. احنا نعمل فيديو بقى اسرع واحد يخلص الاكل ده. تجرب؟ نخلص ده ولا على الصفر؟ انت لسه ما تكونش خلصت دي. انا لسه باكل السندوتش اللي على الجنب ده. ده اخري. بقى عندي خوف ان الفيديو ما ينجحش. الحاجه الثانيه كل ما اشتغل على الفيديو اشمئز منه واسيبه واقوم. عشان هو شايف اللي قاعد واقوم تاني، فاهم؟ مش قادر. وقلت له كلمته مثلا انا مش هرفعه. قعد يصبرني، فاهم اللي هو ايه؟ معلش يا عمرو هينجح يا عمرو اكيد يا عمرو زي اللي قبله. وشربت قهوه عشان ابقى مفوق ومركز هو انا اللي عيان المره دي يعني. في اخر فيديو هو اللي كان عيان، انا اللي المره دي يعني. ورب ينجح. انا مش عارف بقى هينجح ولا لا، بس ان شاء الله يعني. ان شاء الله. انت عامل اللي عليك، سيب الباقي. انا بحاول والله. بحاول. هي ما دخلتش لسه؟ ما غلطتش؟ يا جماعه اعرفكم على هجرس، واحد من العقول المدبره لهذا الفيديو. العسل ده يخرب بيتي. كنا لازم ناكله علشان ما ياكلش القط. انا اكلت اكل يا لهوي.
يلا ديك هو. ويلكم مان. سلام سلام. ماشي يا اجرس، انا استناك في العربية. سلام يا حبيبي. حبيبي شاء بكره ان شاء الله. ان شاء الله. سلام. عليك مازن. قبل ما انهي الفلوج كنت عايز اشارك معاكم حاجات كنت بفكر فيها النهارده وانا بصور الفيديو مع عمرو. كنت قاعد بفكر في اول مره قابلت فيها عمرو واحنا رايحين طنطا مع بعض. هسيب الفلوج هنا. اول مره قابلنا بعض فيها عمرو كان بيعمل ديلي فلوج، يعني بيعمل فيديو كل يوم، ما كانش بينام كتير، وهو كان بيحكي لي عن الموضوع ده. ليه دلوقتي فيديوهاته اللي بتجيب 500,000 مشاهده، وقد ايه هو تطور من نفسه واشتغل على نفسه. وعشان كده انا بروح وبساعد عمرو في الفيديوهات دي، علشان انا فعلا مؤمن باللي عمرو بيعمله. وساعات فعلا لما بتكون عايز تحقق حلمك بتكون محتاج حاجتين: انك تشتغل على نفسك وتشتغل على الحلم ده، وان حد يكون مؤمن بحلمك حتى لو كان شخص واحد. يا رب الفيديو يكون عجبكم وفادكم، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام. احنا كنا ثلاثة، في واحد جاي معانا زي معانا القاهرة. الواد ده وقف على البتاع على الباب وقام نط. وقت لسه بحرك بشويش. فنط خلاص، نط. يلا انزلوا انتوا بقى. لقيته بيبص لعصام النط ده ويبص لي. يبص لعصام، يبص الارض، يبص لي. ايوه بيسرع، فاهم؟ بيسرع جامد جدا. عمرو، قلت له ايوه. مش نط يا عمرو. انا مش نط يا عمرو. انا مش نط. ونقول له ماشي يا عمرو، ما تنطش يا حبيبي. ما تنطش خلاص. تضحك. وفعلا القطر اتحرك خلاص والرصيف اختفى واحنا قاعدين في القطر. مش هنط يا عمرو، ما تنطش يا حبيبي، خلاص اعمل لك ايه؟ طب انا كنت عايز انط، ما عرفتش انط ليه؟ لان هو كان واقف قدام الباب، فانا عايز اطلب حاسب، انا هنط. انا هنط.